السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي. فيديو جديد على قناة كروشيه ام انس. في فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة عمل السليبر او الشوز اللي احنا شايفينه الجميل ده. طريقته سهلة وبسيطة جدا، هنشرحها كلها مع بعض خطوة بخطوة. مش بياخد خيط خالص، هي مجرد شلة واحدة بس هتقدري تعملي السليبر الفردتين وبواقي صغيرة من اللون الابيض. طريقته سهلة وبسيطة جدا، ولكن في تركات صغيرة كده بسيطة لازم تاخدي بالك منها كويس جدا أثناء الشرح. أنا نفذته بمقاس 38، وطبعا زي ما احنا عارفين انه الكروشيه بيمط وبياخد شكل الرجل، يعني ممكن يلبس مقاس أصغر من كده ومقاس أكبر من كده. كمان هعلمك أثناء الشرح ازاي تنفذيه بكل المقاسات اللي انتي حابة تنفذي بيها، سواء من أول مقاس الأطفال الصغيرين لحد المقاس الحريمي الكبير. تابعيني ان شاء الله لنهاية الفيديو، ان شاء الله تستفيدي من شرح النهاردة. ولو عجبك شكل الشوز من فضلك دوسي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو لسه ما شرفتنيش بالاشتراك، واعملي شير للفيديو مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ويلا بينا نبدأ على طريقة الشرح. هبدأ اول حاجة بعقدة البداية، وهستعمل إبرة رقم 3. أنا هستعمل لونين من الخيط، مش لازم خالص يكونوا من نفس النوع، بس أهم حاجة يكونوا من نفس السمك، يعني السمك بتاعهم واحد. عملت عقدة البداية وبعدين هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. تمام، هروح على أول سلسلة هنا بدأت بيها وهمر بالإبرة، هقفل بغرزة منزلقة علشان أكون دايرة، ومن خلال الدايرة دي هبدأ أشتغل جواها الأعمدة. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وده معايا هحسبه أول عمود. بعد كده هلف الخيط على الإبرة وداخل الفراغ ده هشتغل كمان 9 عمود بلفة بالإضافة لل3 سلاسل علشان يبقوا 10 عمود. فكده عندي أنزل أسحب خيط وأطلع وأشتغل تاني عمود، ألف الخيط على الإبرة وأنزل في فراغ الدايرة أسحب خيط وأطلع أشتغل تالت عمود، أنزل في نفس الدايرة أشتغل رابع عمود بلفة، ألف الخيط وأنزل في نفس المكان وأشتغل خامس عمود، وهكذا هكرر لحد ما يبقى عندي في دايرة الفراغ 10 عمود بلفة. تمام كده اشتغلت 10 عمود بلفة. هروح لأول عمود بدأت بيه اللي هما كانوا 3 سلاسل، همر بالإبرة في تالت سلسلة أسحب خيط وأشتغل غرزة منزلقة. يبقى أنا كده كونت عندي أول راوند. الراوند رقم 2 برتفع ب3 سلسلة، برضو هعتبرهم معايا أول عمود، ألف الخيط على الإبرة في نفس المكان اللي أنا ارتفعت منه بال3 سلاسل، هنزل أشتغل كمان عمود بلفة عشان يبقى تزايد، 2 عمود في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها برضو هتبقى تزايد، 2 غرزة عمود بلفة في نفس المكان. والراوند ده كله هيمشي معايا بنفس الطريقة، كل غرزة هتقابلني هشتغل تزايد في نفس المكان، يعني 2 غرزة عمود بلفة. في نهاية الراوند لازم أتأكد إنه بقى عندي 20 غرزة عمود. هكرر بنفس الطريقة. تمام كده خلصت راوند رقم 2، اشتغلت تزايد في كل الغرز وتأكدت في النهاية إن أنا عندي 20 غرزة عمود بلفة. هروح أقفل شغلي بقى على في أول عمود اشتغلته اللي هو كان ال3 سلاسل، هروح فوق هنا في تالت سلسلة. طبعا دي بالنسبة لي دي مش غرزة، ما نتلخبطش يعني، ناخد بالنا دي مش غرزة، دي مكان قفلة السطر بالغرزة المنزلقة. فطالما العدد عندك مظبوط اتأكدتي ان هو 20 غرزة عمود، فما تزوديش غرز تاني. هقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهبدأ في راوند رقم 3 وهرتفع برضو ب3 سلاسل، 1 2 3، هعتبرهم معايا أول عمود، مش هشتغل في نفس المكان تاني، هو عمود واحد بس. هنتقل على الغرزة اللي بعدها اللي عليها الدور دي على طول، همر بالإبرة تحت الحلقتين وهشتغل فيها تزايد، 2 غرزة عمود بلفة في نفس المكان. فأنا كده اشتغلت العمود رقم 1، هنزل في نفس المكان واشتغل العمود رقم 2. تمام بالشكل ده، يبقى غرزة واحدة وبعدها غرزتين في نفس المكان. هروح على الغرزة
اللي عليها الدور هشتغل عمود واحد بس، وبعدين اروح على الغرزة اللي بعدها واشتغل 2 عمود في نفس المكان. وراوند رقم 3 هيمشي معايا بنفس التسلسل، غرزة واحدة بس فردي واللي بعدها تزايد، غرزة واحدة بس فردي واللي بعدها تزايد. يعني احنا بنشتغل لحد دلوقتي بطريقة تزايد او تسلسل الدايرة العادي جدا اللي كلنا متعودين عليه وكلنا عارفينه. هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور. تمام حبايبي، كده اشتغلنا لحد دلوقتي 3 راوند بنفس تسلسل الدايرة العادي جدا زي ما احنا شايفين اهو. وانا هوقف تزايد لحد كده. لو جينا قسنا قطر الدايرة اللي احنا اشتغلناها هنلاقيها 6 سنتي. اوكي، قطر الدايرة اللي احنا اشتغلناها 6 سنتي زي ما احنا شايفين، وده المقاس او القياس المناسب جدا لمقاس 38 اللي انا عاملة بيه الشوز. طبعا كل مقاس هيزيد هتزودي له سنتي كمان، وكل مقاس هيقل هتنقصي منه او هتطرحي منه سنتي كمان. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نبدأ بأي نوع شوز او بأي مقاس شوز او سليبر انت محتاجة تنفذيه. يعني مقاس 38 اللي انا بشتغله زي ما وضحت، وقفت قطر الدايرة عند 6 سنتي ووقفت التزايد. بعد كده هبدأ اشتغل عمود واحد بس فوق كل عمود. لو اشتغلتي الشوز لمقاس 39 هتزودي سنتي كمان، يعني هتوصلي بقطر الدايرة ل7 سنتي. مقاس 40 هتوصلي بقطر الدايرة ل8 سنتي. وزي ما وضحت انه الكروشيه علشان هو بيمط فممكن يلبس مقاس كمان ازيد، مقاس اقل. وكل ما قللتي قطر الدايرة يعني المقاس لو وصلتي بيه 5 سنتي هيلبس 36 و37. تمام. بعد كده خلصت اهو راوند رقم 3. هوقف التزايد زي ما قلت عند قطر 6 سنتي. همر بالإبرة في 3 سلاسل الارتفاع هنا. همر بالإبرة واقفل راوند رقم 3 بغرزة منزلقة بالشكل ده. اسحب خيط من هنا واسحبه من على الحلقة. تمام. بعد كده هبدأ بقى اشتغل مجرد عمود واحد بس فوق كل عمود. هنا انا اشتغلت دي البداية 1 2 3، وقفت تزايد هنا عند 3 وهزود سطرين كمان او راوندين كمان، يعني هزود 2 راوند على ال3 اللي انا اشتغلتهم دول. فهرتفع 3 سلسلة هعتبرهم معايا اول عمود. الف الخيط على الابرة، كل غرزة هتقابلني هشتغل عمود واحد بس بدون اي تزايد، خلاص مفيش تزايد تاني. غرزة عمود، الغرزة اللي بعدها غرزة عمود. تمام بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها غرزة عمود، وهفضل مستمرة بنفس الشكل لنهاية الراوند رقم 4. وبعدين هقفل بغرزة منزلقة وارتفع راوند كمان اللي هو رقم 5، برضو مجرد غرزة عمود واحدة بس فوق كل عمود. هخلص ال2 راوند دول ونرجع. كده تمام. اشتغلت 5 راوند زي ما وضحت، 3 بطريقة التزايد و2 راوند من غير تزايد، عمود بلفة واحد بس فوق كل عمود. هبدأ دلوقتي اقفل شغلي. ده بقى شكل مقدمة الشوز اللي هو الحتة دي، القطعة دي. هبدأ اقفل شغلي بس هسحب بقى اللون الجديد اللي انا هشتغل من خلاله غرز الباف. فهمر بالإبرة كده من ال3 سلاسل وهجيب اللون الابيض. فهشتغل غرزة البوب كورن وهسحب اللون الجديد. هقفل باللون الجديد بغرزة منزلقة، هسحبه من هنا وكمان اسحبه من الحلقة اللي موجودة معايا على الإبرة. اشد طرفين الخيط كده نربطهم مع بعض عشان ما يتفكوش. بعد كده هبدأ ارتفع ب3 سلسلة كارتفاع اول عمود. ده بالنسبة لي اول عمود بلفة. هزود عليهم سلسلة واحدة بس كفراغ. تمام. يبقى انا ارتفعت ب4 سلاسل، عمود بلفة وفراغ سلسلة.
بعد كده بفوت غرزتين من على جسم القطعة، وألف الخيط، أفوت 1 2 واروح للغرزة رقم 3 واشتغل عمود بلفة. همر بالإبرة من تحت الحلقتين كده وأسحب خيط واطلع واشتغل عمود بلفة. تمام بالشكل ده. هبدأ ألف حوالين العمود ده 4 مرات، أسحب خيط واطلع، دي أول مرة. ألف الخيط والف من حوالين العمود واسحب خيط واطلع. تمام. ألف الخيط على الإبرة 3 مرة، أسحب خيط واطلع. رابع مرة أسحب خيط واطلع. تمام. كل دي حلقات موجودة معايا على الإبرة. بعد كده هخرج من كل الحلقات دي ما عدا آخر حلقة. هطلع من كل الحلقات اللي موجودة معايا على الإبرة ما عدا آخر حلقة، علشان يبقى كده معايا حلقتين على الإبرة، ألف واخرج منهم وبعدين آخد سلسلة. تمام. كمان مرة هنكررها تاني. هلف الخيط على الإبرة، هفوت غرزتين أو عمودين، 1 أنا دي آخر حاجة اشتغلت فيها، هفوت 1 2 واروح للغرزة رقم 3 اشتغل عمود بلفة. تمام. وبعدين ألف الخيط على الإبرة وانزل من تحت العمود كده واسحب خيط واطلع. ادي كده 1 2 3 4 4 مرات سحبت الخيط وطلعت، سايبه الحلقات موجوده معايا على الابره، الف واخرج منهم كلهم مره واحده ما عدا اخر حلقه. كده معايا حلقتين على الابره، هلف واخرج منهم وبعدين اخد سلسله تاني. كمان مره هنكرر تاني، هسيب غرزتين 1 2، هدخل في تالت غرزه اسحب خيط واشتغل غرزه عمود بلفه عادي خالص. بعد كده هلف الخيط على الإبرة والف من حوالين العمود ده 4 مرات واسيب كل الحلقات موجودة معايا على الإبرة. فكده 1 2 3 واسحب واشد الخيط كده 4. تمام. ألف لفة واخرج من كل الحلقات ما عدا آخر حلقة علشان يبقى موجود معايا حلقتين على الإبرة بالشكل ده، ألف واخرج منهم وبعدين اخد سلسلة. بنفس الطريقة هتكرري شغلك على مدار الراوند كله. تمام. كده اشتغلت الراوند بالكامل بغرزة الباف. تمام. وصلت للغرزة الأخيرة. أنا هنا اتبقى معايا غرزتين اهو على الشغل، دول الغرزتين اللي أنا كنت بسيبهم. تمام. هروح لأول عمود هنا بدأت بيه، هعد 3 سلاسل وادخل في 3 سلسلة، اقفل بغرزة منزلقة. انا كنت بادئه ب4 سلاسل عمود وفراغ، هروح بالإبرة للغرزة او السلسلة رقم 3 اقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده، وبعدين اشتغل غرزة باف جديدة حوالين العمود ده اللي انا قفلت عنده. فهلف بالإبرة حوالين العمود، هنزل من هنا واطلع من هنا، هلف حوالين العمود كده 1 2 3 4 وبعدين ألف واخرج من كل الحلقات مرة واحدة ما عدا آخر حلقة. تمام. وبعدين ألف الخيط على الإبرة واخرج من حلقتين وازود عليهم سلسلة. تمام بالشكل ده. هروح أقفل هنا في الفراغ بغرزة منزلقة. هبدأ أسحب اللون الجديد من فوق غرزة الباف واشتغل غرزة منزلقة. هسيب اللون الأبيض ده بقى واشتغل باللون التاني اللي هو اللون الأساسي. برتفع 3 سلسلة كأول عمود. هنا عندنا فوق غرزة الباف بيكون فيه سلسلتين، اشتغلت 3 سلاسل فوق أول غرزة بمثابة أول عمود، تاني غرزة همر بالإبرة واشتغل تاني عمود، يعني اشتغلت كده 2 غرزة عمود بلفة فوق غرزة الباف. ناخد بالنا، هلف الخيط على الإبرة. أنا هنا كنت بسيب أو بفوت غرزتين بين غرزة الباف والتانية،
فهتنزلي تشتغلي في اي واحدة منهم. هشتغل عمود واحد بس، هتشتغلي في الغرزة الاولى اوكي، هتشتغلي في الغرزة التانية اوكي برضو مفيش مشكلة، زي ما يعجبك. اي غرزة من العمودين اللي احنا سيبناهم دول في السطر اللي قبل كده هتنزلي بالابرة من تحت كده من عند الغرزة اللي انا سبتهم تحت، وهتسحبي خيط وتطلعي، وهشتغل خطوات غرزة العمود العادي جدا، وهحاول اشد العمود كده واطوله عشان ياخد نفس مقاس بقية الغرز. هنا تاني هكرر اهو، في هنا عندي غرزتين فوق غرزة الباف، هشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة، ده العمود رقم 1، والغرزة اللي بعدها عمود رقم 2. تمام، يبقى انا اشتغلت غرزتين عمود فوق غرزة الباف. هيقابلني بقى الفراغ ده، هنزل تحت كده شوية زي ما اتفقنا فوق اي عمود يعجبك، وهشد الخيط كده واشتغل غرزة عمود طويلة شوية فوق غرزة الباف. هكرر واشتغل عمودين بلفة، عمود هنا فوق اول غرزة، وعمود فوق تاني غرزة. تمام، بعد كده الف الخيط على الابرة وانزل اشتغل عمود فوق اي غرزة من الغرز اللي هتقابلني دول، الغرزتين اللي كنت بسيبهم. هتشتغلي فوق الاولى ماشي، التانية ماشي، مفيش اي مشكلة، وهتشدي العمود بتاعك كده علشان يبقى طويل وياخد نفس طول الغرز بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هكرر بنفس الطريقة لنهاية الراوند. خلصت الدور بالكامل بغرز العمود بلفة زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة اللي وضحتها، ده شكل الشغل معايا. غرزتين عمود فوق غرزة الباف، وغرزة عمود طويلة شوية بين كل غرزة باف والتانية. تمام، هنا هشتغل غرزة عمود بين غرزتين الباف، هنزل تحت كده واشتغل غرزة عمود واشد الخيط شوية. تمام بالشكل ده، وبعد كده هروح اقفل شغلي هنا في اول عمود بدأت بيه اللي هما كانوا 3 سلاسل، هقفل بغرزة منزلقة، وبعدين الراوند اللي جاي ده هشتغل مجرد عمود بلفة واحد بس فوق كل عمود بنفس لون الخيط اللي انا شغالة بيه ده. فهرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هحسبهم معايا. اول عمود بلفة هروح على العمود اللي بعده على طول ده هنا، وهشتغل غرزة عمود. العمود اللي بعده هشتغل غرزة عمود، العمود اللي بعده هشتغل فوقيه برضو غرزة عمود. هو ده كل اللي هعمله. كل غرزة هتقابلني هشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة، وهشتغل بنفس الطريقة راوند كامل لحد ما اوصل لمكان ما بدأت. تمام كده، اشتغلت راوند بالكامل زي ما وضحت بغرزة العمود بلفة. هقفل هنا بغرزة منزلقة وهبدأ اشتغل راوند تاني من غرز الباف. انا هنا يعني مكان القفله بتاعتي من اللون اللي انا شغاله بيه ما طلعش فوق غرزه الباف بالظبط، انا محتاجه غرز الباف تكون موجوده مرصوصه فوق بعض بالظبط. يعني انا المفروض ان انا هبدا شغلي من هنا، فطبعا انا قفلت في حته تانية. هو الشغل اللي خلاني اقفل في يعني غرزة قبل غرزة الباف ده طبعا مش بمزاجي، ممكن وارد جدا ان هو يحصل كده معاكي. فسيبي اللون بقى، ما تقصيهوش ولا تفصليه ولا اي حاجة، سيبيه موجود. وهنطلع فوق غرزة الباف بالظبط هنا تحت حلقتين الغرزة. يعني انا محتاجة اسحب الخيط من هنا، غرز الباف دي لازم تكون غرزة فوق كل غرزة بالظبط. تمام، فانا محتاج اسحب اللون الجديد من هنا اللي هو اللون الابيض. فطبعا مفيش اي مشكله، ما تتأيديش لازم يكون مكان القفله هو مكان بدءك للشغل، لا عادي خالص. احنا هنسيب الحلقه التانية دي موجوده معايا على الابره، نبقى نسحبها بعد كده. هسحب اللون الابيض بقى، اخلي الحلقه دي معايا جوه الشغل، هنطولها شويه كده عشان ما تفكش مننا. تمام، وهي موجوده اوريدي معانا اهو على الشغل، مش هنفصلها. هبدأ بقى في تكوين غرزة الباف. هرتفع زي ما اتفقنا 4 سلسلة، 3 سلسلة كأول عمود وسلسلة للفراغ. هلف الخيط على الإبرة بنفس الخطوات اللي اشتغلناها قبل كده، هفوت غرزتين، وفي الغرزة رقم 3 هنا همر بالإبرة أسحب خيط واشتغل عمود، واشتغل حوالين العمود ده غرزة الباف. هلف الخيط على الإبرة وهنزل 4 مرات
اسحب خيط واطلع حوالين العمود. فدي كده اول مرة، 2 3 4، وبعدين هلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا اخر حلقة. كده موجود معايا غرزتين على الابرة، هلف واخرج منهم مرة واحدة هما الاتنين، وبعدين اقفل عليهم بسلسلة. تاني هنكرر كمان مرة، هلف الخيط على الابرة، هفوت غرزتين من تحت من هنا، 1 2، اروح على الغرزة رقم 3، اشتغل عمود بلفة، الف الخيط على الابرة حوالين العمود، هنزل اسحب خيط 4 مرات، 2 3 4. تمام. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا اخر حلقة بالشكل ده، وبعدين الف واخرج من الحلقتين واقفل عليهم بسلسلة. هفوت غرزتين، 1 2، هروح للغرزة رقم 3 واشتغل عمود، واشتغل فوقيها غرزة الباف او حوالين العمود، وهكذا هكرر شغلي بنفس الطريقة. هلف كده 4 مرات من حوالين العمود بغرز غير منتهية، بسيب الحلقات موجودة معايا على الإبرة، وبعدين بسحب خيط واطلع من كل الحلقات ما عدا آخر حلقة، ألف واخرج من الحلقتين وبعدين أقفل عليهم بسلسلة. هكرر شغلي بنفس الطريقة. وصلت كده لنهاية الراوند واشتغلت بغرز البوب كورن زي ما وضحت، أو بغرز الباف. أخدت السلسلة اللي كنت بشتغلها هنا، العمودين هم اللي كنت بفوتهم، هروح على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع واشتغل غرزة منزلقة. بعد كده بلف الخيط على الإبرة وبمر من حوالين العمود 4 مرات، ادي 1 2 3 4، وبلف الخيط وبسحبه من كل الحلقات اللي موجودة معايا على الإبرة ما عدا آخر حلقة، وبعدين بلف وبخرج من الحلقتين، وكمان بزود سلسلة وبروح أقفل شغلي بغرزة منزلقة هنا في أول غرزة من الغرز اللي بتبقى موجودة فوق غرزة الباف. تمام. بعد كده هسيب بقى اللون ده وهبدأ أسحب اللون التاني اللي هو أصلا اوريدي كان موجود معايا جوه الشغل. هبدأ أسحب اللون الجديد كان معايا جوه في الشغل مقصتوش. كل لون بنوصل له بنبدأ نسحبه، هنسحبه كده من مكان ما هو موجود. همر بالإبرة، هنا عندي غرزتين فوق غرزة الباف زي ما اتفقنا، هدخل تحت أول غرزة أول حلقتين كده، هسحب اللون الجديد اهو، هشد كده عشان الحلقة تبقى على قد الإبرة. بعد كده هرتفع 3 سلاسل كارتفاع أول عمود، 1 2 3. الغرزة اللي بعدها على طول هشتغل برضو عمود بلفة. بعد كده هروح على الغرزة اللي بعدها واشتغل عمود بلفة. تمام. بعد كده هلف الخيط على الإبرة وهنزل للغرزة اللي هو غرزة من الغرزتين اللي أنا كنت بسيبهم تحت، كنت بفوت عمودين. اشتغلي في أي عمود يعجبك، الأول أو التاني مفيش مشكلة، مش هتفرق. اشتغلي عمود بلفة وهنطوله كده شوية علشان يبقى مساوي لنفس عدد الأعمدة التانية. هيقابلني غرزة الباف، وزي ما اتفقنا غرزة الباف بيبقى فوقيها هنا غرزتين جنب بعض. هشتغل في الغرزتين عمودين بلفة، كل غرزة فوقيها عمود بلفة، وبعدين هاجي للفراغ اللي بين غرزتين الباف وهنزل اشتغل عمود بلفة وهشده كده علشان يبقى اطوله يبقى في مساواة مع باقي الغرز. عمودين بلفة فوق غرزة الباف كده العمود الاول، وجنبه على طول في الغرزة اللي جنبها العمود التاني، وهنزل هنا
في اي عمود من العمودين دول اللي كنت بسيبهم في السطر السابق واشتغل عمود، وهكذا هكرر شغلي بنفس الطريقة، عمودين بلفة فوق غرزة البف وعمود في الفراغ هنا فوق اي عمود من العمودين اللي انا كنت بسيبهم، وهكرر شغلي بنفس الطريقة. بعد ما بخلص الراوند ده كله بالكامل بنفس الشكل، بشتغل عليه كمان راوند بغرز العمود بلفة، غرزة واحدة بس فوق كل غرزة، ونرجع نشوف شغلنا مع بعض. وكمان هكرر تكرارين كمان من غرز البف، يعني بعد ما اخلص الراوند ده هرجع اسحب اللون الابيض واشتغل دور من غرزة البف، وبعدين دورين من غرز العمود بلفة، وبعدين دور من غرز البف، علشان في النهاية يبقى عندي عدد ادوار غرزة البف 4 راوندات زي ما احنا شايفين كده، 4 راوندات. هكمل بنفس الطريقة ونرجع نكمل شغلنا. وتمام كده يا حبايبي، اشتغلت 4 راوندات من غرز البف زي ما احنا شايفين كده. ده شكل منطقة مشط القدم. فوق اخر راوند من غرز البف اشتغلت سطر واحد من غرز العمود. بعد كده هبدأ دلوقتي اكون جوانب الشوز اللي هي المنطقة دي ومنطقة الكعب. هبدأ اتني الشوز كده واخلي بدايات السطور ونهايتها تحت تبقى متدارية تحت هنا عند منطقة اسفل القدم. هنا عندي بدايات ونهايات اهو زي ما احنا شايفين، فمش حابة ان هي تبقى موجودة فوق على وش الشوز او السليبر، فهخليها لتحت عشان ما تبقاش باينة او واضحة. انا هنا برضو كنت مخلياها جهة اسفل. هبدأ بقى احدد عدد الغرز اللي انا هسيبه من على وش الشوز من فوق، وهشتغل الجوانب. فهبدأ اتني الشوز بتاعي كده تمام. هخلي منطقة بدايات ونهايات السطور في الجنب كده، عشان انا محتاجة احدد غرزة السنتر اللي هتكون موجودة هنا وهتكون على وش القدم من فوق. هبدأ احط ماركر في غرزة السنتر اللي هي هتبقى هنا دي، وهبدأ اسيب زي ما سبت هنا في الشوز الفردة التانية، هسيب 7 غرز. ضروري جدا الملحوظة اللي عايزة اقولها لك انك تشتغلي الفردتين في نفس اليوم عشان ما تتلخبطيش من التفاصيل الصغيرة دي. فهسيب على وش القدم 7 غرزة، هظبطه بقى كده واعدله. الغرزة اللي فيها الماركر هعد 3 غرز من على اليمين و3 غرز من على الشمال. فهبدأ كده هعد 1 2 3 دول 3 غرز. هحط ماركر هنا في الغرزة الرابعة، طبعا الغرزة الرابعة دي هشتغل فيها، بس انا هحط فيها ماركر عشان اعرف الغرزة اللي انا هشتغل فيها هتبقى فين. كذلك برضو على شمال الماركر هبدأ اعد. انا عديت هنا 3 وحطيت في الرابع، هعد 1 2 3، وكمان احط ماركر هنا في الغرزة رقم 4. او مش هحط ماركر بقى، انا خلاص على طول هبدأ اشتغل من الغرزة اللي انا ممررة فيها الابرة دلوقتي، فمش هحتاج ان انا احط ماركر. علمت كده بقى دول اللي في المنتصف دول 7 غرز. هبدأ شغلي بقى من هنا داير ما يدور رايح جاي بغرز العمود بلفة لحد ما يتكون عندي بقى جوانب السليبر. هعمل عقدة البداية بالشكل ده خلف الشغل. هبدأ اسحبها من اول غرزة هنا، هرتفع 3 سلسلة 1 2 3. تمام كده، اعتبرت معايا ال3 سلاسل دول اول عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة وهروح للغرزة اللي عليها الدور اللي بعدها على طول، وهشتغل غرزة عمود. الف الخيط، الغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة، واخده معايا فتلة البداية اهو علشان اشتغل عليها واخفيها. كل غرزة بقى هتقابلني هشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة. اوكي تمام بالشكل ده لحد ما بوصل للماركر التاني اللي انا معلمة عنده. وصلت كده للغرزة اللي فيها العلامة، اشتغلت فوق كل عمود عمود. هبدأ اشيل الماركر وهشتغل مكانه غرزة عمود بلفة. تمام، يبقى انا كده موجود عندي ال7 غرز اللي على وش الشوز اللي انا سبتهم.
مش هاجي جنبهم بقى ولا هشتغل فيهم. هرجع ارتفع ب3 سلسلة والف شغلي وابدأ راوند جديد. 3 سلاسل دول هعتبرهم اول عمود. الف الخيط على الابرة، ماليش دعوه بقى بالغرزة دي اللي هي مكان الارتفاع. هروح على الغرزة اللي بعدها على طول اللي عليها الدور دي تحت الحلقتين، وهشتغل غرزة عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها غرزة عمود، الغرزة اللي بعدها غرزة عمود. كل اللي هعمله هشتغل غرزة عمود بلفة داير ما يدور حوالين السطر كله او رايح جاي يعني. ولما بوصل للطرف التاني لمكان ال3 سلاسل اللي بدأت بيهم الشغل برتفع ب3 سلاسل جداد وبلف الشغل، وهكذا ببدأ اشتغل عمود بلفة فوق كل عمود رايح جاي لحد ما عدد السطور دي عندي يبقى 7 سطور. هشتغل ال7 سطور ونرجع نأسس لمنطقة الكعب. اوكي تمام يا حبايبي، كده اشتغلت 7 سطور من غرز العمود زي ما وضحت. هبدأ اشتغل منطقة الكعب اللي هي بتكون هنا. انا مش عاوزاها تبقى فيها يعني قطعة مدببة كده، مش هقفلها على طول. انا هعمل هنا تركة في النص بحيث انه منطقة الكعب تبقى مدياني دوران كده وواخدة شكل كعب الرجل، ما تبقاش مدببة او فيها يعني اللي مش عارفة اقول ايه، يعني مش عارفة اسمها ايه بصراحة. اكيد انتوا فاهمين وواصلكوا قصدي. يعني بتبقى فيها حتة مدببة كده من عند الكعب، فانا مش عايزة كده خالص. انا عاوزاها تبقى مدية شكل دوران. انا هعد الغرز اللي عندي هنا وهقسمهم على 3. انا هنا لقيت عدد الغرز عندي 24، هقسمهم على 3 يبقى هشتغل 8 8 8 8 غرزة عمود، 8 حشو، 8 غرزة عمود. فهبدأ كده. انا ارتفعت 3 سلاسل واشتغلت بعدها عمود بلفة، يبقى كده 2. الغرزة اللي بعدها على طول 3 4 5 6 7 8. يبقى انا كده اشتغلت 8 غرزة عمود. ايا كان بقى عدد الغرز اللي هيطلع عندك على المنطقة دي هتقسميه على 3. طبعا هيختلف عدد الغرز باختلاف نوع الخيط اللي انتي شغالة بيه. 8 غرز اللي بعد كده اللي عليهم الدور هشتغلهم حشو. يبقى بعد ما اشتغلت 8 غرزة عمود بلفة هشتغل ال8 غرز الجايين دول حشو. هبدأ كده هنزل في اول غرزة هنا دي اللي عليها الدور تحت الحلقتين، اشتغل اول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، 3 4 5 6 7 8. وضروري جدا يكون عدد زوجي، يعني ضروري غرز الحشو دي لازم تكون معاكي عدد زوجي، لان انا هشتغل 2 تناقص 2 2 كل سطر هشتغل يعني هاخد كل غرزتين تناقص في غرزة واحدة، فلازم يبقى معايا عدد زوجي. باقي الغرز اللي موجودة معايا على الإبرة على الشغل يعني هشتغلهم عمود بلفة. وهنا الحقيقة أنا لقيتهم 7 غرز عمود بلفة بس مش 8 زي ما بدأت، فما فيش أي مشكلة. اشتغلت ال7 غرز عمود أهو تمام. لو التقسيمة عندك ما طلعتش قوي تقبل الاسم على رقم 3، ممكن يبقى في ناقص عمود من هنا أو عمود من هنا، ما فيش أي مشكلة. هرتفع 3 سلاسل، ارتفاع غرزة العمود، هقلب الشغل، هروح على الغرزة اللي عليها الدور واشتغل عمود بلفة فوق كل عمود عمود بلفة لحد ما يخلص معايا عدد الأعمدة. طبعا لو هتتلخبطي هتستعملي الماركرات عشان تعلمي بداية ونهاية غرز الحشو بتاعتك، لكن لو هتعرفي العدد او هتعرفي شكل غرزة الحشو بمجرد النظر فمفيش مشكلة، بلاش تحطي الماركر. هنا انا وصلت ل8 غرز حشو اللي انا اشتغلتهم هنا في المنتصف. هنعمل ايه؟ هبدأ اتناقص في كل غرزتين، هاخد كل غرزتين اشتغلهم تناقص في غرزة واحدة بس. هنزل هنا اسحب الخيط واطلع، اسيب الحلقتين موجودين معايا على الابرة، انزل في الغرزة اللي بعدها اسحب خيط واطلع، كده معايا 3 حلقات على الابرة، الف واخرج منهم مرة واحدة، يبقى انا كده اشتغلت تناقص في غرزتين.
هشتغل تناقص في الغرزتين اللي جنبهم على طول، بلف واخرج من كل الحلقات مرة واحدة. هشتغل تناقص في الغرزتين اللي جنبهم برضو، بنزل اسحب خيط واطلع وبسيب الحلقات معايا على الابرة، وبعدين بلف وبخرج منهم مرة واحدة. اخر غرزتين معايا في غرز الحشو برضو هشتغلهم تناقص، هنزل في اول غرزة وتاني غرزة، وبعدين الف الخيط واطلع منهم مرة واحدة. بقى معايا الشغل بالشكل ده، يبقى 8 غرز الحشو بقوا عندي 4 غرز حشو بس. هلف الخيط على الابرة، هنا هيقابلني مجموعة ال8 اعمدة اللي انا بدأت بيهم السطر خالص، هشتغلهم برضو اعمدة بلفة، 8 اعمدة بلفة فوق كل عمود عمود بلفة. تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده، غرزة عمود فوق كل عمود. طبعا منساش ال3 سلاسل الارتفاع اللي هما بيبقوا على الطرف ده، علشان ما تقلليش من عدد الغرز بتاعتك ويبقى الشكل عندك مش مظبوط. ناخد بالنا من عدد الغرز كويس جدا. تمام، هو ده شكل الشغل. اكرر تاني، برتفع 3 سلسلة كأول عمود، الف الشغل فوق كل غرزة عمود هتقابلني هشتغل غرزة عمود من ال8 اعمدة، ولما بوصل لمجموعة غرز الحشو بكرر تاني وبشتغل فوقيهم تناقص. انا عندي هنا 4 غرزة حشو، كانوا في اول سطر 8، تاني سطر بقوا 4، علشان انا تناقصت في كل غرزتين بشتغلهم تناقص. ال4 غرز حشو اللي موجودين معايا دول هيبقوا 2 بس. هنزل في اول غرزة حشو اسحب خيط واطلع، اسيب الحلقات، اروح للغرزة التانية اسحب خيط واطلع، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من ال3 مرة واحدة، يبقى انا كده اشتغلت غرزتين تناقص في غرزة واحدة. معايا اخر غرزتين اهو حشو، هنزل بالابرة اسحب خيط واطلع، الغرزة اللي بعدها انزل واسحب خيط واطلع، وبعدين الف واخرج منهم مرة واحدة، يبقى انا كده تناقصت في غرزتين حشو. هيقابلني مجموعة الاعمدة بلفة، هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة. خلصت غرز الاعمدة بلفة، وده بقى شكل الشغل عندي. بصوا لما بنيجي نوصل بقى منطقة الكعب مش هتديني الشكل المدبب اللي انا قلتلكوا عليه، هتبقى الشكل دائري على الكعب كده، ومش هيبقى يعني متعب في اللبس. تمام بالشكل ده. طبعا هوصل الطرفين دول كده مع بعض عشان اقفل منطقة الكعب، بس هقفلهم على منطقة الظهر، يعني دي كده منطقة الوش. هبدأ اقلب الشغل كده واوصل القطعتين دول على منطقة الظهر، احط الطرفين قدام بعض كده وهطبقهم في غرزة هنا بس فكت مني. تمام، هطبق الطرفين كده احطهم قدام بعض بالظبط، همر بالابرة من الطرف ده واسحب من خلاله الحلقة كده، هظبط الطرفين قدام بعض بالظبط، هاخد سلسلة، همر بالابرة تحت حلقة من الطرف ده وحلقة من الطرف اللي قدامه على طول هنا. تمام، واسحب الخيط وبشتغل منزلقة، بروح على الغرزة اللي بعدها حلقة من هنا وحلقة من هنا وبسحب الخيط وبشتغل منزلقة، بكرر الغرزة اللي بعدها على طول، بنزل بالإبرة تحت حلقة من هنا وحلقة من الطرف التاني وبشتغل منزلقة، وهكمل بنفس الطريقة. تمام كده خلاص، وصلت القطعتين اهو على منطقة الظهر، هقلبها بقى على منطقة الوش. شايفين ازاي ادتني دايرة كده، شكل مستدير، شكله حلو جدا. الخطوة اللي بعد هبدأ اعمل سطر من غرز النص عمود داير ما يدور حوالين الشوست كله، بحيث اعمل زي برواز كده او اسس لشغل غرزة البف اللي بعد كده علشان يبقى شكله متساوي اكتر. فهبدأ كده من منطقة الخلف، همر بالإبرة، هسحب الخيط وهرتفع ب2 سلسلة ارتفاع غرزة النص عمود. في نفس المكان اللي ارتفعت منه هشتغل غرزة نص عمود
الغرزة اللي بعدها نص عمود. يعني حاولي على قد ما تقدري تشتغلي على مسافات متساوية من الغرز، لان طبعا انت مش بتشتغلي على منطقة العدل بتاع الغرز، انت بتشتغلي في الفراغات. فحاولي توجدي لنفسك اماكن تمري من خلالها بالغرز، ما تكونش مسافات واسعة جدا ولا ضيقة جدا جنب بعض، يعني على مسافات متقاربة كده. غرزة نص عمود بس فوق كل غرزة، ولما باجي عند الكورنر برضو بشتغل غرزة واحدة فوق كل غرزة، مفيش تناقص علشان فتحة السليبر عندي ما تضيقش وتضايقني اثناء اللبس. تمام كده اشتغلت راوند من غرز النص عمود. زي ما احنا شايفين بدأ يرسم لي شكل فتحة الشوز ويبقى شكله منتظم جدا. هبدأ دلوقتي اشتغل دور من غرز الباف باللون. هبدأ اوصل بقى اللون الابيض في اي غرزة تعجبك. تمام، هعمل عقدة كده عشان أأمن الشغل بتاعي ما يفكش. همر بالإبرة مطرح ما اشتغلت عملت العقدة، هرتفع ب4 سلسلة، 3 سلسلة كأول عمود وسلسلة للفراغ زي ما اشتغلناها بالظبط على منطقة مشط القدم. تمام، بعد كده الف الخيط على الإبرة، بفوت غرزتين من تحت، 1 2، بروح للغرزة رقم 3، بسحب الخيط واشتغل عمود بلفة، وبعدين ألف الخيط على الإبرة وألف حوالين العمود ده 4 مرات. أسحب خيط وأطلع، دي كده مرة 2 3 4. تمام، بعد كده بحاول أطلع بس أول حلقة كده عشان هسحب الخيط من كل الحلقات وأسيب حلقة واحدة معايا على الإبرة، بحيث يبقوا معايا حلقتين بالشكل ده. بعد كده هلف الخيط تمام، بقى معايا حلقتين على الإبرة، هلف لفة وهخرج من الحلقتين مرة واحدة، وبعدين اخد سلسلة واكرر تاني، الف الخيط على الإبرة، هفوت غرزتين 1 2، هروح لتالت غرزة امر بالإبرة واسحب خيط واشتغل عمود بلفة، وبعدين هلف حوالين العمود اللي انا اشتغلته ده 4 مرات، هنزل بالإبرة اسحب خيط واطلع، دي كده مرة، هلف والف حوالين العمود تاني مرة، تالت مرة واشد الخيط لفوق كده، رابع مرة، وبعدين الف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا اخر حلقة بالشكل ده. معايا حلقتين على الإبرة، هلف واخرج منهم وبعدين اشتغل سلسلة. هكرر شغلي بنفس الطريقة، بفوت غرزتين وفي الغرزة الثالثة بشتغل عمود واشتغل حوالين العمود غرزة باف بنفس الشكل نهاية الراوند. خلصت الراوند بالكامل بنفس الشكل. اخر حاجة اشتغلتها هو غرزة باف، وعندي الغرزتين اهم اللي كنت بفوتهم، هم اوريدي موجودين معايا اهو، هتخطاهم وهروح لل3 سلاسل بتوع الارتفاع اقفل بغرزة منزلقة، وبعدين الف الخيط على الإبرة والف حوالين اخر عمود هنا عندي على الراوند 4 مرات، هلف واسحب خيط، ادي مرة 2 3 4، وبعدين الف واخرج من كل الحلقات ما عدا اخر حلقة. معايا حلقتين على الإبرة، الف واخرج منهم مرة واحدة، وبعدين اخد سلسلة واروح في الفراغ هنا ده واشتغل غرزة منزلقة. تمام، يبقى انا كده خلصت دور غرز الباف. بعد كده اخر سطر معايا او اخر راوند على الشوز هشتغل بغرز النص عمود حوالين الراوند كله. ففي الفراغ هنا بشتغل نص عمود، فوق غرزة الباف هنا في غرزتين زي ما اتفقنا، هنا ناخد بالنا منهم كويس. اول غرزة ادخل اسحب خيط واشتغل غرزة نص عمود، الف الخيط على الإبرة، تاني غرزة على غرزة الباف هشتغل غرزة نص عمود، وفي الفراغ فراغ السلسلة اللي هو بين غرزة الباف والتانية بشتغل غرزة نص عمود. غرزة الباف اللي هتقابلني هشتغل فوقيها غرزتين نص عمود، وفي الفراغ غرزة، وهكذا بنفس الطريقة. تمام كده خلصت الراوند من غرز النص عمود. هقفل بغرزة منزلقة وهاخد سلسلة لتأمين شغلي، وبعدين اقص الخيط، هعمل عقدة بقى واحاول اتوه طرف الخيط ده على منطقة الظهر داخل الشوز بين الغرز.
تمام كده خلص الشوز بتاعنا النهاردة او السليبر الجميل ده. بتمنى يا رب يكون شرح النهاردة عجبكم ونال على رضاكم، وبتمنى تكونوا استفدتوا. لو عجبكم شكل الشوز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. بشكركم جدا في نهاية الفيديو لحسن متابعتكم، واستنوني ان شاء الله في فيديوهاتي القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.